السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم من جديد. معاكم مستر باسل في قناه باس ماس او باس ماس. انا عارف ان انا قصرت معاكم في مراجعات، وعارف ان كنت غايب فتره كبيره جدا عن منهج بريب 1، ولكن المفاجاه ان انا مكمل معاكم باذن الله المنهج كله من اول دلوقتي لحد اخر الترم. سواء انت كنت طالب معايا على اليوتيوب بس، او كنت طالب معايا في السنتر، او كنت طالب معايا في الاونلاين، او كنت تعرفني من اي حته، فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. يلا نرجع مع بعض بقى تاني ونشرح باقي المنهج ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. بص بقى، والله عندنا يا مستر باسل يونت 2 كانت بتتكلم عليه. يونت 2 عندك كانت بتتكلم على حاجه معينه. انا عارف ان انت ضايع شويه وحاسس الماده بقت صعبه عشان خاطر بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات، ولكن طبعا انا هلحقك وما تقلقش، الموضوع سهل جدا 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 كمان. تمام. يونت 2 يا مستر عندنا في ليسون 1 بتتكلم اولا عن حاجه انت خدتها زمان وانت صغير. هتقول ايه يا مستر انا خدت ايه زمان وانا صغير؟ بص يا حبيبي، اولا بس كده احنا عندنا هفكرك بحاجه من جريد 6. ايه يا مستر هتفكرني بايه؟ هفكرك والله يا حبيبي ان احنا في جريد 6 عندنا كنا بناخد حاجه اسمها ايكويشن وحاجه اسمها اكسبريشن. تقول لي والله يا مستر ماليش في الانجليزي، خش على طول على الترجمه. بالراحه كده. تخيل انا بسالك سؤال. ايه يا مستر؟ بقول لك يا حبيبي، سامعني كده وشايفني كمان، يا حبيبي عامل ايه الاول؟ الحمد لله يا مستر تمام. بامانه مصروفك كام في اليوم؟ تقول لي والله يا مستر مصروفي في اليوم 20 جنيه 20. تمام. طبعا الكلام ده مش الناس بتوع ايجيبت اللي هم بياخدوا في اليوم مليون جنيه، لا انا بتكلم مع الطالب اللي هو الطالب اللي مصروفه في اليوم لا يتعدى ال 20 جنيه، اللي هو الطالب المتكحرت بمعنى اصح. طيب وبعدين، فانا دلوقتي بقول لك داخل عليك العيد، داخل عليك العيد، فانت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان العيد لما بيجي بيحصل حاجه. ايه؟ مش بتصيف، لا. امال بتعمل ايه؟ انت كده بتعدي. تمام. دخل على العيد معاك كام؟ معاك 20. السلام عليكم. عليكم السلام. بتلاقي مامتك معديه، ازيك يا ماما عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. بتقول لك الحمد لله يا ابني. يا ماما كل سنه وانت طيبه يا ماما يا ماما. تقول لك الحمد لله. يا ماما يا ماما كل سنه وانت طيبه، هات الفلوس اللي عليك. هات العيديه يا ماما. فبتلاقي مامتك قامت رافعه الشبشب بتاعها وهتفاك بيه. تقول لها شكرا جدا يا ماما، الفلوس يا ماما وصلت. يعني ماما دلوقتي، انت متخيل ان مامتك دلوقتي هتعمل ايه؟ هتقوم مديك فلوس على الفلوس اللي هي اصلا معاك. فانت بتقول الله انا معايا 20، فلو ماما ادتني 10 هيبقى معايا 30، لو ماما ادتني 100 هيبقى معايا ايه؟ 120، ولو ماما ادتني مثلا 1000 وهكذا. بس ايه اللي حصل؟ مامتك قامت رافعه الشبشب عليك وهتفاك بيه، مديك بالشبشب. تقول لي يا مستر حلو. سبت انت خلاص ماما ودخلت على بابا. بابا يا حبيبي يا حته سكره، قلبك طيب يستاهل مسكره. مش عارف ايه مسكره دي بس مش مشكله يعني. فقلت له ازيك يا بابا عامل ايه؟ السلام عندنا اتغير، ما هو السلام زمان كان عامل كده ازيك، السلام دلوقتي بقى عامل كده ازيك، اللي هو حاجه لله. فتلاقي باباك يقول لك خد يا حبيبي اي خدمه، خد يا حبيبي 20 جنيه، عندنا كام حماده يلا مفيش مشكله. فتقول الله ده انا معايا 20 مصروفي والنهارده العيد وخدت 20 يا مستر باسل. حلو. خش بقى مثلا على خالته. خالته حبيبتي فين الفلوس؟ هتقول لك والله خد يا حبيبي عشان خاطر مامتك صاحبتي. تمام. تقول لك خد يا حبيبي 200. هي طبعا ايه مامتك اختها بس مش صاحبتها، بس عادي يعني، هي بتقول لك ايه كلمه كده خلاص يعني. تمام. عديت خالته ودخلت على خاله. ازيك يا خالو عامل ايه؟ خاله طبعا ده معاه فلوس كتير انت عارف، ها؟ الله اعلم بقى معاه ولا معهوش. على حسب يعني. فخاله قال لك خد يا حبيبي انت عندنا الابن الوحيده والبنت الوحيده، خد يا حبيبي او خد يا حبيبتي 1000 يلا ان شاء الله محد حوش. فانت بعد كل الكلام ده كله قامت مامتك كب عليك جردل ميه وقالت لك اصحى الصبح يا حبيبي روح المدرسه. فانت كل ده كنت بتحلم. صدمه كبيره. طيب. فكنت بتتخيل بتقول الله لو معايا 20 والنهارده العيد وماما ادتني بالشبشب كده، ماما يعتبر ادتني زيرو، تمام، كانها ما ادتنيش حاجه، فكده هيبقى معايا 20 بلس 0 ايكوال 0. ولو انا ما رحتش لماما اللي بتديني بالشبشب ودخلت على طول على بابا فاداني 20، هقول الله انا كان معايا 20 وخدت كمان 20، كده معايا كام؟ 40. حلو قوي. لو دخلت على خاله خدت 200 يبقى 20 بلس 200 ايكوال 220. ولو دخلت على خالته او على مش عارف مين على 20 بلس 1000 1020. قبل ما نكمل كلامنا عايزك دلوقتي تقف الفيديو واكتب لي في الكومنتس بامانه مصروفك كام واكبر عيديه لميتها قد ايه؟ بامانه. او حد يكتب مصروفي في اليوم 1000 جنيه مش هصدقك، ما بتحصلش. حتى لو انت من ايجيبت ما بتحصلش. هتقول لي مصروفك كام وبتاخد العيديه كام.
تمام؟ طيب تمام. بالراحه بقى كده. فاحنا كده في عندنا هنا كده يا مستر باسل، في عندنا ايه يا حبيبي؟ في عندنا هنا يا مستر نمبر معين. يعني ايه؟ يعني انا 20 بلس نمبر معين، بس النمبر ده كان بي تشينج، يعني ممكن يتغير. ممكن يبقى شبشب اللي هو 0، ممكن 20، ممكن 200، ممكن 1000 اند سو اون. فالنمبر اللي عندي ده انا مش قادر احكم هو كام بالظبط. فانا عندنا في ابتدائي كنت بحط مكانه سبيس، فالميس كانت تقعد تقول لك سبيس 20 بلس وات ايكوال كذا، فانت تقعد تفكر ايه وتجيبها صح كده؟ صح. وفي جريد 4 كبرت وبقت مثلا مكانها اي فاريبل زي ايه؟ مكانها مثلا لتر معين. ايه اللتر ده يا مستر؟ اللتر ده يا حبيبي يعني نمبر بس انا ما اعرفوش، يعني مثلا ام مثلا مكانها ام. 20 بلس ام يعني 20 بلس نمبر معين. سامعك اللي بتتكلم وبتقول مين جاب الانجليش جنب الماث، او مين جاب القلعه جنب البحر؟ طبعا لا، الام ده مش حرف اللي هو محمود ومريم وكده، لا، الام ده هو نمبر معين ما نعرفوش. طيب قبل ما نكمل كلامنا، الام اللي عندنا ده كنا بنسميه ايه؟ كنا عندنا بنسميه اسم من الثري نيمز دول. كنا بنسميه عندنا ايه يا مستر باسل؟ بنسميه عندنا حاجه اسمها سيمبل. ايوه تمام يا مستر، والله الاسامي دي كلها مراجعه مش حاجه جديده. او بنسميه عندنا يا مستر باسل، شيل بس الكلام ده، ماشي. بنسميه عندنا حاجه اسمها ايه يا مستر باسل؟ حاجه اسمها unknown. ترجمه بقى يا حبيبي، unknown. تمام. او بنسميه عندنا، ايوه بلون تاني بس لو سمحت عشان خاطر الولد ده يقول لي يا مستر مش فاهم، حاجه اسمها variable. ماشي. يبقى احنا عندنا اي لتر في الماث بنسميه عندنا يا اما سامبل يا اما unknown يا اما variable. قول معايا، سامبل unknown variable. تاني، سامبل unknown variable. تالت، سامبل unknown variable. رابع، سامبل unknown variable. اوكي. وبعدين يا مستر هنسميه مثلا variable. الفاريبل مثلا ده انت مش قادر تعرف الفاليو بتاعته كام، يعني 20 بلس ام يعني 20 بلس نمبر معين. فالنمبر ده ممكن يبقى 0، ممكن 20، ممكن 200، ممكن 1000، ممكن 1 مليون، ممكن بالنيجاتيف، ممكن انت تروح العيد تلاقي مامتك اصلا ليها عندك فلوس، فحلاوه المولد يعني. فكده عندنا احنا مش قادرين نعرف الفاريبل ده هو كام بالظبط، بس احنا ممكن نحطه باي نمبر عندنا. تمام؟ طالما انت الفاريبل اللي عندك مش محكوم بفاليو معينه، يعني الفاريبل اللي عندك ده ماله؟ ملوش فاليو معينه، فكده على بعضها دي كلها بيكون اسمها حاجه كده اسمها اكسبريشن. اسمها ايه؟ اكسبريشن. اسمها ايه يا حبيبي؟ اسمها اكسبريشن. يبقى وات از ذا مينينج اوف اكسبريشن؟ هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ايوه عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن نمبرز وفاريبلز مع بعض بقى، والكلام ده في ما بينهم بلس ماينس تايمز ديفايدد وهكذا يعني. تمام؟ ده معنى كلمه الاكسبريشن. اشمعنى؟ عشان خاطر الفاليو اللي عندي بتاع الام مش نمبر معين، يعني مش حاجه معينه، ينفع احطها باي نمبر عندي انا عاوزه عادي. طيب افرض بقى يا مستر باسل انت غيرت الموضوع، ممكن بس لو سمحت بس نمسحها ونكتبها بس كلها على جنب، اللي هي مثلا ام بلس 20 بس كده. ده كده عندنا اكسبريشن. طيب افرض انا مثلا بقول لك حاجه، انا دلوقتي مستر باسل من غير ذكر اسماء هطلع لك كل ما املك، الفلوس بتاعتي. بص بقى، كل الثروه اللي معايا، بسم الله بسم الله بسم الله، كل ما املك هي ال 50 جنيه بتاعتي، او اكون شفت الباقي. طيب تحويشه عمري ال 50 جنيه وال 25 جنيه اللي مستلفهم من اخويا عقبال ما نجيب اكل للبيت يعني. طيب طبعا بهزر يعني. المهم ال 50 جنيه دي غدايا يا اخواتي، ما علينا. فانا كنت معدي بيها كده في الشارع وعمال افكر ال 50 جنيه دي مجنناني، عايز اجيب بيها كل حاجه بقى، عامل زيك بالظبط في العيد، تخش كده في العيد ماسك الهدايا كده، بس طبعا مش 50، تمام، معاك بقى 200، معاك 1000، الله اعلم بقى، معاك شبشب على حسب يعني. فانت بتبص كده عليها بتقول الله الفلوس دي. طيب فانا داخل السوبر ماركت بقول له لو سمحت هات من عندك كده كيس كلبس بجنيه. قال لي والله غالي يا ابني. قلت له خلاص هاته بقى مفيش مشكله. فخدت الكلبس ومشيت، فحطيت الفلوس في جيبي ما عدتهاش يعني، خدت الكلبس ومشيت. تمام يا مستر. وبعدين فقلت ايه ده، انا نسيت اسال الراجل هو الكلبس بكام. فببص لقيت في ايدي كيس الشيبسي، ولقيت في جيبي مثلا بدل 50 دي اختفت خلاص كده، اعتبرها اختفت يعني كده وكده. لقيت في بقى ايدي ثانيه مثلا 30. عمال افكر انا معايا 30 ومعايا كيس كلبس، هو الكلبس بكام؟ الكلبس بكام؟ اولا لو انت عرفت بكام لحد دلوقتي اكتبها في الكومنت. اوكي طيب رحت قلت ايه؟ قلت كل اللي كانوا معايا فين بس القلم جري ومع كلبس ولا ايه؟ طيب
قلت كل اللي كانوا معايا كانوا 50. تمام، كان معايا ايه 50 كلهم. فانا جبت كيس كلبز معرفش بكام وبقى معايا 30. فانا عايز اعرف كيس الكلبز بكام. الماث بيقول لك اعتبره اكس مثلا، واي، ام، اي حاجه، ام مثلا فاريبل عادي، ونحسبها بكام مع بعض. تقول لي مستر محتاجه حسابات؟ لا عرفتها يا مستر ب 20. اقول لك اه، ما احنا اعتبرها بس كده. فانا هسالك كام، ايوه، بلس 30 يديني 50. يعني انا معايا كيس كلبز و30 بس كلهم كانوا معايا 50، يبقى كده عندي كيس الكلبز بكام؟ تقول لي والله مثلا كيس الكلبز عندك ب 20، ده اغلى كيس كلبز يا مستر جبته في حياتي، كان ب 20. الله يرحم زمان كيس الكلبز بنص جنيه، كان بيبقى قد كده، تاكله وتموت وتموت بعدها. مت 5 مرات قبل كده بسبب كيس الكلبز. المهم يعني نكمل كلام. تمام كده عندنا الام ايكوال كام؟ الام عندنا ايكوال 20. اسال سؤال، ام ده يعني نمبر بلس 30 يديك 50. هل في نمبر بلس 30 ايكوال 50 غير ال 20؟ تقول لي مثلا لا مفيش. طيب الفرق عندنا ما بين الام هنا وما بين الام اللي عندنا هنا. قول لي يا مستر ايه الفرق بقى؟ مش عارف الصراحه. الام عندنا هنا ينفع نحط لها اي نمبر عادي، 10 20 30 40 100 نيجاتيف 0 براحتك عادي. انما الام عندنا هنا لازم لازم غصب عنك وغصب عن المستر وغصب عن البلد كلها تكون ب 20. ده لازم، دي حاجه اساسيه. يبقى الام عندنا هنا اني نمبر عادي، ده اكسبريشن يا مستر، يعني ولا الهوا، اي نمبر اسمه اكسبريشن. لكن يا مستر باسل طبعا مش الام اللي اسمها اكسبريشن، كلها على بعضها اسمها اكسبريشن، ام اسمها فاريبل او سمبل او انون. طيب انما الام عندنا برضو هنا ليها نفس الاسم عادي، فاريبل او سمبل او انون، بس لازم 20 بس. يعني ما ينفعش حاجه غير الايه؟ ما ينفعش حاجه عندنا غير ال 20. فكده عندنا بنسمي دي على بعضها. انت في رايك كده ايه اللي محجمها؟ تقول لي والله مثلا محجمها ان هي فيها ايكوال 50. لو مسحناها يبقى اي نمبر عادي. يبقى اللي فيها ايكوال دي كده عندنا بنسميه حاجه اسمها ايكويجن. فهمت. والله يا مستر انت حضرتك بتشرح الدرس كاني قاعد معاك في السيشن. والله فعلا. يبقى عندنا اللي فيها ايكوال اسمها ايكويجن، وزاوت ايكوال اسمها اكسبريشن. الايكويجن الفاريبل بيطلع فيها بنمبر معين مش بنمبرز كتير، انما الاكسبريشن بيطلع باي نمبر عادي، انا ممكن احط اي نمبر ويطلع اي حاجه عادي والدنيا حلوه. عرفت الفرق ما بين ده وده؟ عرفت يعني ايه عندك ايكويجن، يعني ايه عندك اكسبريشن اللي فيها ايكوال اسمها ايكويجن، لازم الفاريبل يطلع بنمبر معين. اكسبريشن ممكن تحط عندك النمبر باي حاجه عادي خالص خالص خالص. عندنا كده بعد ما اتكلمنا على الاكسبريشن والايكويشن وعرفنا ايه الفرق ما بين ده وده، هنتكلم بقى النهارده بالذات على حاجه اسمها الاكسبريشن، اللي هو بيكون ايه؟ اللي هو بيكون مثلا زي ام بلس 4 مثلا. طيب هنكمل كمان بالمره، ام مثلا بلس 4 اكس ماينس مثلا 3 واي بلس مثلا 8. اولا بس كده حابب اعرفك على حاجه. ايه يا مستر باسل؟ ده اولا كده اكسبريشن صح؟ والله يا مستر باسل كنت عارف والله من شويه، مش ايكويشن. طيب مين هي الام عندي؟ هو نمبر. مين هي الاكس عندي؟ هو نمبر تاني. طب مين هي مثلا؟ فين يا استاذ؟ فين يا استاذ؟ لحظه واحده، فين يا استاذ؟ يا استاذ الحاجه اختفت ولا ايه؟ طيب لحظه واحده. ايه الكلام الجميل قوي ده؟ ايه السبوره الجميله دي؟ تطلع ايه السبوره دي؟ نكمل وبعدين. طيب فعندنا كده الام دي والاكس دي والواي، ده كده نمبر تمام، وده كده مش هو النمبر، لا ده نمبر تاني تمام، وده كده نمبر تالت. بالمناسبه قبل ما نكمل كلامنا عايز اعرفك على حاجه من جريد 6. معناها ايه يا مستر باسل؟ ام دي كانها لو بسالك عليها يعني بقول لك مثلا في كام ام، تقول في ام واحده تمام. 4 اكس دي كان هنا في تايمز، يعني كانها 4 تايمز اكس تمام. طب 3 واي دي كان برضه هنا في تايمز 3 تايم واي، يعني لما انت تحط مثلا الواي مثلا ب 2 يبقى 3 تايم 2، الاكس مثلا ب 9 يبقى 4 تايم 9 وهكذا. طبعا يعني مش 49 خد بالك ولا 32، هي بتبقى تايمز مش بتبقى نمبرز لازقه في بعضها فعلا، لا. طيب وبعدين بقى يا مستر باسل بص يا حبيبي. ايه يا مستر؟ ده عندنا اكسبريشن تمام. الاكسبريشن عندنا خدناه من جريد 6 نوعين، حاجه اسمها الجبريك، يعني اكسبريشن بيكون فيه الجبريك الجبريك بس ايه الكلام ده، وحاجه اسمها نيومريك. مستر ده جريد 6 مش حاجه عندنا مثلا من جريد 6. هقول لك بس المس عندك مكمل، فلو انت اللي فاهم احسن من اللي بيعمل كده. فانا الصراحه مش حابب تقعد تعمل كده اللي هو تقعد تحفظ وخلاص، لا عايزك تكون فاهم كل حاجه بتحصل قدامك. ماشي يا مستر باسل؟ بص بقى يا حبيبي، الالجبريك ده هو عباره عن ايه؟
هو عباره عن اكسبريشن فيه فاريبلز. يعني في عندك ام، حط شويه اكس، حبه واي، حبه اس، حبه ار كده. يعني في حاجات انون ما نعرفهاش. انما النيومريك ده هو فيه نمبرز بس، زي مثلا ايه؟ زي مثلا 2 تايمز او 2 بلس 4 تايمز 2. هل في عندك في الاكسبريشن ده اي حاجه انون ما تعرفهاش؟ هتقول لي لا والله يا مستر كله انا عارفهم، دي 2 ودي 4 ودي 2 بس كده. يبقى النيومريك يعني ايه؟ نيومريك اكسبريشن يعني ايه؟ الاكسبريشن فيه نمبرز بس. الجبريك اكسبريشن يعني ايه؟ يعني اكسبريشن فيه نمبرز وفيه ايه؟ فاريبلز، او فيه نمبرز او فيه فاريبلز بس يعني. اوكي طيب. وبعدين بقى يا مستر باسل، اولا بس كده هعمل لك اختبار نظر. اتفضل. ايه يا مستر؟ شايف بعينك الجميله دي؟ ايوه شايف بعينك الجميله دي. فين البلس والماينس الاكسبريشن ده؟ هتقول لي الله الله الله، تعالى يا مستر تعالى قفشتهم اهو. بالراحه كده بالراحه، اهدى شويه. فين البلس والماينس؟ تقول لي يا مستر اهي. هقول لك علم عليه. ماشي. فين تاني؟ اهي علم عليه. فين تاني؟ اهي علم عليه. ماشي يا مستر. بعدين بقول لك يا حبيبي، كل اللي ما بينهم ده يعني كده ما بينهم ايه؟ ما بينهم بلس 8 نيجاتيف 3 واي بوزيتيف 4 اكس ام، اللي هو ايه؟ اللي هو ام. لحظه بس كده، بس لو سمحت باللون تاني عشان خاطر ما تتلخبطش. تعالى عاوز اكتب بس اللي ما بينهم. تمام؟ دي كده مين؟ دي كده ام. دي كده مين؟ 4 اكس اللي هي بالبوزيتيف يعني. دي كده مين؟ نيجاتيف 3 واي. دي كده مين؟ دي كده 8. اللي ما بين البلس والماينس عندي بنسميه حاجه اسمها تيرم. حاجه اسمها ايه؟ حاجه عندنا اسمها تيرم. حاجه اسمها ايه؟ تيرم. يبقى وات از ذا مينينج اوف تيرم؟ ممكن يا مستر يبقى فاريبل، ماشي، او ممكن يبقى نمبر. يبقى ممكن يبقى فاريبل، ممكن يبقى نمبر. او حد يقول لي يعني ايه فاريبل؟ لا ده الليتر ده اللي هو اسمه فاريبل، اللي هو بيكون معناه نمبر معين. يبقى ممكن فاريبل، ممكن ايه؟ ممكن نمبر. او ممكن نمبر يا مستر وفاريبل معمل لهم ايه بقى لو انت فاكر؟ ما انا قلت لك من شويه النمبر والفاريبل مش جنب بعض، عمل لهم ايه؟ معمل لهم مالتبلاي توجذر. فهمت. يبقى عندي ممكن يبقى حلو فاريبل، ممكن يبقى نمبر، ممكن يبقى نمبر وفاريبل. نمبر وفاريبل جنب بعض مش لازقين في بعض، لا معمل لهم مالتبلاي توجذر. عندي طالب من غير ذكر اسماء اسمه حمزه كان بيقول لي والله يا مستر ممكن يبقى فاريبل وممكن يبقى نمبر وممكن يبقى نمبر ومعاه مراته. تمام؟ يعني نمبر ومعاه الفاريبل بتاعته يعني. طيب طبعا ده من غير ذكر اسماء، اهم حاجه يعني حفاظا بس على سريه حمزه احمد ساكن في الشروق. نكمل كلامنا. المهم يعني لا مؤاخذه حمزه. فالترم اللي عندنا ممكن يبقى نمبر، ممكن يبقى فاريبل، نمبر وفاريبل. كده عندنا بنسميه ايه؟ ترم 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 ترم. يبقى لو سالك فين الترمز اللي عندك هتقول له في ام و4 اكس الله ونيجاتيف 3 واي حلو وال8 حلو. طب لو سالك كمان سؤال تاني بقى، قال لك والله بص انا عايز حاجه اسمها النمبر حلو اوف تيرمز. نمبر اوف تيرمز دي يعني ايه يا مستر باسل؟ بالله عليك اوعى تقراها تيرمز، انا واخد بالي انت صح اكسنت مش نمبر اوف تيرمز، اصل هو مش فاتحين مقلق. انا بقول لك نمبر اوف تيرمز اوكي؟ يعني عندنا كام تيرمز اوكي؟ نمبر اوف تيرمز يعني عندنا كام تيرم. كان يو كاونت؟ يلا عد معايا يا مستر يلا. ادي 1 حلو، ادي 2 ادي 3 ادي 4. فلو سال لي النمبر اوف تيرمز ايكوال كام هقول له والله ايكوال 4 حلو. يبقى تاني ده كله اسمه ايه؟ هتقول لي اكسبريشن نو الجبريك. هاو ماني تيرمز؟ هتقول لي 1 2 3 4. مستر لو سمحت هو فين الترم ده؟ هقول لك هو اللي ما بين البلس والماينس، بس بتاخد الترم على بعضه مش بتاخد حته وتسيب حته. يعني ايه؟ يعني دي 4x نوعها بوزيتيف، دي نيجاتيف 3y خدها على بعضها، دي 8 خدها على بعضها وامشي يا بنتي يلا، ودي 8 خدها على بعضها بس. تمام. لو قال لك نمبر اوف تيرمز بتعدهم 1 2 3 4 حلو. وبعدين يا مستر بص يا حبيبي، ايه يا مستر؟ قبل ما نكمل هلعب معاك لعبه اختبار النظر. يعني ايه؟ يعني هوريك عندك اكسبريشن وهسالك نوعه ايه، يعني هل هو اكسبريشن ولا ايكويشن؟ ما هو اصلا اكسبريشن عادي. وهسالك النمبر اوف تيرمز وفين الترم وكده يعني. ماشي يا مستر يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. المفاجاه يلا. يا ريت تتوقع الاجابه في الكومنتس قبل ما اقول الاجابه. يلا. لا مش بهزر انا بتكلم بجد. اتفضل جاوب. انت لسه قاعد بتعمل ايه؟ اتفضل. تمام يلا مع بعض يلا.
لو جيت سالتك اكسبريشن ولا ايكويشن هتقول لي اكسبريشن. حلو. لو سالتك هما فين التيرمز اللي عندي تقول لي والله يا مستر ده يا مستر اسمه تيرم، بلو مستر تيرم لو سمحت، ده اسمه تيرم اللي هو 2 اكس ده، وده اسمه تيرم اللي هو 3 واي، ونيجاتيف 4 دي يا مستر اسمها مستر تيرم. يبقى كده عندنا هاو ميني تيرمز، عندنا كام تيرم؟ تقول لي 1 2 3. حلو قوي كده. كده فهمنا يعني ايه اكسبريشن، يعني ايه فاريبل اللي هو معناه نمبر معين، يعني ايه ترم، ازاي اعرف النمبر اوف تيرمز. اوكي. لو سالتك بقى دلوقتي عن ايه بقى، تعالى بقى تعالى عن اسمين كمان. مستر هو فين السيشن؟ السيشن كلها اسماء، كانك بالظبط داخل كلاس جديد فبتتعرف على اصحابك. يعني السيشن دي هعرفك على اصحابك، السيشن الجايه ان شاء الله خليك تضرب اصحابك مش تتعرف عليهم. طيب لا بنتكلم بجد، المره الجايه ان شاء الله افهمك بقى ازاي بنحل عليهم والكلام ده كله. ماشي بالراحه كده. مستر النمبر ده يا مستر مش هو يا مستر ترم؟ هقول لك بس انا حاسس ان في فرق ما بين الترم ده والترم ده. يعني في فرق عندي ما بين الترم اللي هو بيكون نمبر بس واللي بيكون نمبر وفاريبل. هقول لك حلو. الترم اللي بيكون نمبر بس ده عندنا بنسميه constant term، او بندلعه نقول له يا constant. constant يعني ايه؟ يعني بالعربي كده حاجه ثابته ما بتتغيرش، يعني مفيش variable جنبه يغيره بعد كده. ازاي يعني؟ اقول لك تعال سري يعني. تعال، هي مش دي 2؟ هتقول لي هقول لك هي كونستانت ولا لا، يعني ثابته ولا لا؟ تقول لي والله يا مستر ثابته وزي الفل وواقفه كده. اقول لك لا ثابته يعني عمرها ما تتغير ولا لا؟ تقول لي والله يا مستر مش عارف، بس هي في جنبها فاريبل اكس، وانت عارف الفاريبل ده معناه نمبر معين، وده عندنا اكسبريشن، يعني ممكن نحط اي نمبر احنا عاوزينه. صح ولا غلطان؟ تقول لي صح. فلو حطيت مثلا 2 بدل الاكس دي ريبليس 2، تمام، يبقى هعمل ايه؟ هعمل عندي 2 تايمز 2 اللي هي ايكوال كام؟ 4. فكده اصبح عندي 2 اكس دي كلها اتشالت وحطينا مكانها 4. ايه ده؟ فكده 2 عندي دي اتشالت اصلا، فكده 2 عندي دي مش ثابته، ده انا مجرد ما احط فاريبل جنبها خليتها مش ثابته. ازاي؟ عشان لو هي ب 2 فهتبقى 4، طب لو هي ب 5 هيبقى 2 تايمز 5 اللي ايكوال 10، وهكذا. فالتول عندي ممكن في اي لحظه نرميها ونحط مكانها نمبر تاني. صح كده؟ اشمعنى؟ عشان خاطر الفاريبل ده هو اللي مخليها مش ثابته. انا ما لسه بدات افهم الصراحه، الموضوع ممتع قوي. لكن النمبر ده مفيش جنبه فاريبل فهيفضل زي ما هو على طول، مهما تحط نمبرز الاكس والواي هتلاقي فرصه ثابته زي ما هي ما بتتحركش. ماشي يا مستر باسم. طيب بالراحه كده، تمام. مش احنا قلنا من شويه ان احنا عندنا كام ترم؟ هتقول لي 3 ترم. عندنا ده اسمه ايه؟ هتقول لي كونستانت، صح كده؟ عشان خاطر ده ثابت مفيش جنبه اي فاريبل. طيب يبقى النمبر لوحده اسمه كونستانت، بس خد بالك الكونستانت ده مين؟ مش الفور، لا ده النيجاتيف 4 على بعضها. انا باخد النمبر على بعضه مش حته منه. ماشي. ده عندنا طبعا اسمه فاريبل، تمام يا مستر باسل. ده كده عندنا يا حبيبي اسمه كونستانت، ده عندنا كله اسمه ترم، وده برضه اسمه برضه ايه؟ ترم. النمبر اللي جنب الفاريبل بقى اللي هو ممكن في اي وقت نغيره اسمه ايه؟ اسم كده غريب، اسمه سي او اي اف. حلو. اي سي اي كده اسمه طبعا بحرف التي. طيب اسمه coefficient. اسمه ايه؟ coefficient. يبقى what is the meaning of coefficient؟ هو النمبر اللي جنب الفاريبل، يعني النمبر اللي قاعد جنب الفاريبل، يعني النمبر اللي معمول له مالتيبلاي في الفاريبل، يعني النمبر اوف فاريبل. بمعنى يعني لما اقول لك انا عندي كام اكس هتقول لي عندك 2 يا مستر باسم. عندي كام واي؟ تقول لي عندك 3 يا مستر باسم. طب هنا مثلا 3 نيجاتيف 3 واي بلس 4. لو قلت لك عندي كام واي هتقول لي 3 يا مستر باسم. هقول لك شيل القلم وانا بشكرك من عندي، اقول لك تحياتي اجابتك غلط. مستر ليه؟ ما هو يا مستر النمبر يا مستر اللي جنب الفاريبل يا مستر هو 3. هقول لك بس نيجاتيف 3. ما انا باخد كله على بعض، ما باخدش حته واسيب حته. يبقى هنا الكوفيشنت ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. هنا الكوفيشنت ايكوال 2. هنا الكوفيشنت ايكوال 3. ده اسمه كونستانت، ده اسمه فاريبل، ده اسمه فاريبل. عرفت الفرق ما بين الكوفيشنت والفاريبل والكونستانت والترم. ترم اللي هو دي كلها ترم، ده اسمه كونستانت ترم او اسمه كونستانت، ده اسمه فاريبل، ده اسمه كوفيشنت فاريبل كوفيشنت، وهكذا. تمام. الموضوع يا مستر سهل قوي قوي والله، انت اللي زي الفل وبتذاكر. وبص كده
انا هديك كل ما املك يا ابني والله. ال 50 جنيه. قريبا هنعمل مسابقه على الموقع بتاعنا، منصه باس ماس، على مش 50 جنيه لا، على 100 جنيه اللي هقفل الامتحان. شوف بقى، تخيل بقى لو انت قفلت امتحان هنبعت لك 100 جنيه انا في تليفون كاش. لو انت طالب معانا في السنتر، طالب معانا في الاونلاين، طالب على اليوتيوب، ممكن تخش تمتحن معانا في المسابقه دي، ولو انت قفلت تاخد 100 جنيه. بس طبعا ده هنبعت طبعا التفاصيل بتاعته على الجروب بتاعنا على الواتساب. اوكي طبعا لو قفلت مش هاخد 50 جنيه، تاخد 50 جنيه و50 جنيه اختها، يعني 100 جنيه اي خدمه اهو. نكمل كده بسرعه كلامنا على موضوع اسمه اللايك تيرمز. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا على موضوع اللايك تيرمز، حابب بس كده بسرعه اسالك سؤال. ايه يا مستر باسل، لو عندنا دلوقتي 5 تمام y بلس 3x minus 2 بلس 7y، ماشي يا مستر باسل. انا دلوقتي بسالك how many terms، عندنا كام ترم ومين هم؟ تقول لي والله يا مستر الترمز مستر اللي عندك اللي هم يا مستر باسل ال 5y لوحدها دي كده ترم، وال 3x يا مستر دي ترم 3x ماشي، والنيجاتيف 2 ده ترم، ويا مستر 7y ده ترم. تمام. لو بسالك بقى number of terms هتقول لي مستر 1 2 3 4، كده عندي يا مستر النمبر ايكوال كام؟ نمبر ايكوال 4. طيب لو بسالك دلوقتي على كونستانت هتقول لي مستر مين؟ كونستانت اللي عندك اللي هو مين؟ تعالى بلون بس هنا عشان خاطر ما تتوهش مني. تعالى كونستانت يعني النمبر اللي لوحده مفيش جنب فاريبل، اللي هو مين؟ اللي هو عندك النيجاتيف 2. وكده عندك ايه؟ عندك الكونستانت ايكوال كام؟ كونستانت ايكوال نيجاتيف 2. طيب لو بسالك دلوقتي على الفاريبلز، على الفاريبلز يعني الليترز عندنا اللي في الحاجات اللي عندنا، هتقول لي والله يا مستر مين؟ هتقول لي والله يا مستر عندنا هي واي واكس بس مفيش غيرهم، هما واي واكس. خد بالك واي واكس، صح واي واكس. لو بسالك دلوقتي على الكوفيشنت، تعال على الكوفيشنت، كفايه كده ايكوال كام؟ يعني النمبر اللي جنب الفاريبل اللي هم ال 5 و 3 ونيجاتيف 2 و 7. لا غلط طبعا، اشمعنى؟ عشان انا ضحكت عليك. هل النيجاتيف 2 كوفيشنت؟ والله يا مستر لا، سبحان الله، كده عندنا نيجاتيف 2 مش كوفيشنت، ده كونستنت يا ولد. اوكي كده مين عندنا كوفيشنت؟ ال 5 وال 3 وال 7. ده مستر شكله بيضحك عليا. 5 وال 3 وال 7. خد بالك لو ال 5 دي جنبها نيجاتيف هتقول لي نيجاتيف 5، مش هتقول لي 5. ما اجيش الاقي طالب من غير ذكر اسماء المره دي بجد يعني كاتب لي بدل 5 نيجاتيف 5، هتلاقيني واقف لك كده على باب السنتر بقول لك تعالى في وسط القاعه فضايح، تعالى ايه اللي انت بتقوله ده؟ هل الكوفيشنت عندك 5 ولا نيجاتيف 5؟ انا مثلا نيجاتيف 5، بقول له تعالى اطلع على البورد وقول انا غلطان، تعالى وكمل حل عادي. طيب في عندنا حاجه اخيره اسمها عندنا لايك تيرم. لايك ايه؟ لايك تيرم او لايك تيرمز. مين كده عندنا لايك تيرمز؟ لايك تيرمز عندنا يعني مش ترمين بيحبوا بعض، لا، امال لايك تيرمز عندنا يعني ترمين لايك لبعض، شبه بعض. ما هي لايك دي عندنا في الانجليش بتيجي بمعنيين، تيجي بمعنى يشبه وبمعنى يحب. لو انت بتذاكر انجليزي لا قدر الله مش واخد الكورس ابو 2 جنيه ونص بتاعك هتفهم كلامي. طيب ماشي يا مستر، اعمل ايه يعني؟ مين الترم اللي عندك من دول شبه التاني؟ شبهه في الايه؟ يعني اتنين نمبرز زي بعض او اتنين فاريبلز زي بعض. تقول يا مستر في نمبر ونمبر، مثلا يا مستر لو في 3، لا انا عاوز ترم في نمبر بس وترم في نمبر بس. مستر مفيش، ده في مستر 2 بس مفيش مفيش زيها. لكن في مثلا عندنا يا مستر الواي دي شبه الواي دي، ما هم الاثنين نفس الواي يعني. فكده عندي بقول ايه؟ بقول عندي على ال 5 واي وعلى 7 واي دول كده يا مستر 2 لايك تيرمز، يعني كده يا مستر 2 تيرم شبه بعض. اشمعنى؟ عشان خاطر عندي الواي هي الواي، يبقى لو عندي الفاريبل ايوه هو الفاريبل بنقول على ده وبنقول على ده على الترم كله دول لايك تيرمز. طيب عرفت ان لايك تيرمز يعني اثنين ترم لهم نفس الفاريبل بالظبط، مش شرط نفس الكوفيشنت، المهم عندي يكون نفس الفاريبل، او اثنين كونستانت ترم زي بعض. بمعنى عندنا مثلا دلوقتي مثلا 3x بلس 4 ماينس 1، ده عندنا ترم وده عندنا ترم، الاثنين دول كونستانت، كده عندنا لايك ايه؟ لايك تيرمز. بفتح النهارده الجروب بتاعنا على الواتساب، جروب الرغيم بتاعنا اونلاين، بتفاجئ ان عندنا طالبه من غير ذكر اسماء اسمها حبيبه، تمام؟ كانت عاوزه تطلع الرحله، فبتتريق على الرحلات اللي احنا بنعملها او ناويين نعملها ان شاء الله. فكانت بتقول ايه بقى؟ انا مش هتكلم، انا هسمعكم،
ويا رب ما يكون حبيبه سمع الفيديو، عشان خاطر حبيبه لو سمعت الفيديو هتقول والله كتر خيره مستر باسل. تمام، كتر خيره مستر باسل، هو المستر اللي فضحني على اليوتيوب. بصوا بتقول ايه. هنقعد بقى نسيب خالص المتحف والآثار، هنقعد بقى نسيب سامعين؟ خالص المتحف والآثار اللي هناك، ومستر بقى يقعد بقى يشوف فيه كام كيلومتر بعيد عن الكيلو جرام. انا مش عارفه بقول ايه، بس يعني يا جماعه انا اصلا في الامتحان كنت نايمه جدا في امتحان الماس. ان شاء الله مستر باسم مش هيسمع الفويس دي ان شاء الله. يعني امتحان الماس انا كنت كاتبه، يعني كان في سؤال حاجه كيلومتر بلس مترز، فكنا المفروض نطلع الاجابه كيلومترز، او كان سؤال زي كده. يعني انا مش عايزه اهبل عشان يعني الاسئله دي اصلا مش يا نهار ابيض يا حبيبي. هنكمل الفويس مع بعض على الجروب بتاع الواتساب بتاعنا. ثانيه كده. لا ثانية واحدة يا جماعة، حرام عليكم يا جماعة. مستر باسل لو طلعنا المتحف المصري الجديد هيسألنا، يعني بلاش تقولوا له كده، عشان لو طلعنا المتحف المصري الجديد مع طيب. مستر باسل هيقول لنا قولوا لي كيلو بطرة. ما اعرفش هي اصلا في كيلو بطرة ولا لا هناك، بس قولوا لي كيلو بطرة كام كيلو مترز بعيد عن، انا ما اعرفش بقول صح ولا غلط، بس بعيد عن ابو الهول. يعني بصوا، يعني ده اقل سؤال هنتسأله هناك يعني بجد. يعني ومستر بقى هيقعد يجيب معاه اللي بتاع اللي مش مسطره، اللي هي بتقيس الحاجات الطويله دي، يقعد بقى كل شويه دي 20 كيلومتر، دي 2 كيلومتر. ما بين المتحف المصري ما بين الاهرامات في 10 كيلو متر وكده بقى. فاحنا يا جماعه مش هنخلص من اسئله لو رحنا مع مستر باسل، او مش هنخلص من، يعني ممكن احنا مثلا اول ما نروح هناك مستر باسل فجاه يسالنا سؤال كده في الماس يخلينا يعني نقع من حلاوه السؤال. طيب، بعد ما سمعنا طالبه عندنا من غير ذكر اسماء اسمها حبيبه، طبعا احنا قطعنا شويه من الشرح عشان خاطر نستريح شويه. احب اقول لكم يعني ان شاء الله اللي يطلع عندنا على المنصه من ال10 الاوائل ليه رحله عندنا المتحف المصري او الدريم بارك باذن الله. هنحاول نعملها سواء الترم ده او الترم الجاي، هنعملها ان شاء الله يعني، ما عدا حبيبه. بس كده، يلا نكمل كلام. سامعه يا حبيبه؟ يا رب تكوني سامعه. يا رب بيكون مستر سمع الفويس، او المستر ما سمعش الفويس. مستر كان بيشغل الفويس على اليوتيوب مع باقي الطلاب يعني. طيب، لو حد عنده اي فضيحه او حاجه وحابب ينشرها يبعت لي على الواتساب بسرعه لينك الفويس، وهننشرها كلنا مع بعض ونتفرج كلنا مع بعض على اي طالب عندنا من غير ذكر اسماء. هنبدا نطلعه معانا ونشوف اسمه ايه. طيب، يبقى كده عندنا مستر باسل ايه بقى؟ عندنا والله طبعا، اوعى حبيبه تزعل مننا، احنا بنهزر اي خدمه يعني. حبيبه اوعى تزعلي مننا، انت دلوقتي على الترند. طيب، عندنا دلوقتي 3x و4 ونيجاتيف 1 بنسمي ده وده عندنا ايه؟ لايك تيرمز. كده احنا عرفنا خلاص معظم الدرس. عرفنا يعني ايه اكسبريشن مش ايكويشن، عرفنا يعني ايه تيرم عندنا، عرفنا يعني ايه فاريبل، عرفنا يعني ايه كونستنت اللي هو النمبر لوحده، عرفنا يعني ايه كوفيشنت، عرفنا يعني ايه لايك تيرمز. طيب، همسح بس بسرعه كل الكلام ده ونبدا بقى نحل بسرعه على الموضوع السهل قوي ده من كتاب المعاصر. لو انت معاك الكتاب اوبن يور بوك. اوكي، بص بقى، بيقول لك دلوقتي ايه بقى؟ بيقول لك دلوقتي عندك 4x plus 2 minus 7 minus x. عايز اعرف كل حاجه بقى، عايز اعرف النمبر اوف تيرمز، عايز اعرف الكوفيشنت اوف تيرمز، عايز اعرف اللايك تيرمز، عايز اعرف الكونستنت تيرم، عايز اعرف الووتر ميلون تيرم، اي حاجه عاوز اعرف كل حاجه عامه يعني. اعمل ايه يا مستر؟ الحقني. الحقك على ايه يا ابني؟ ما احنا خلصنا الدرس، انت بتقول ايه؟ النمبر اوف تيرمز عندنا يا مستر 1 تعال 2 3 4 بس اكتب له 4. الله عليك يا مستر والله مدرس طيب، الله يخليك يا حبيبي والله. لو عندك اي فيديو هنشرها وانا مش هتوصل، هبعتها على الجروب بتاع بريب 1 كله. طيب نكمل. مين كده عندنا الكوفيشنت يا مستر باسم؟ الكوفيشنت ده هو النمبر اللي جنب ايه؟ الفاريبل. يعني ايه؟ يعني همسك كده ايدي كده، بص 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 بص، تعالى 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 تعالى، امسح بس كده بسرعه كل ده. مين هو عندنا الكوفيشنتس؟ هو النمبر اللي جنب الفاريبل اللي هو مين؟ الفور ايه ده؟ الفور. بس لحظه، ما هو الاكس دي في جنبها 4. طب الاكس دي في جنبها مين؟ يقول لي مستر ما فيش، اكتب زيرو. اقول لك لا. امال بص بقى، هو انت لما بتخش عندك على بتاع مثلا الفاكهه بتقول له لو سمحت انا عاوز تفاحيه، تقول له انا عاوز 1 تفاحيه وانا عاوز تفاحيه، عايز تفاحيه. فلو انت قلت تفاحيه دي معناها ان انت عاوز 1 تفاحيه. فانا بقول لك هنا نيجاتيف اكس لما تلاقي فاريبل مش جنبه نمبر
معناها كاني بقول لك ان ده 1، يعني ده واحده اكس واحده بس، يعني ده اكسايه واحده بس. فكده النمبر اللي جنب الفاريبل كان في كام 1. اشمعنى؟ عشان النمبر اللي جنبه ده بيعبر ان هم في كام من الفاريبل ده. يعني مثلا في كام اكس، في هنا 4، في كام اكس، هي واحده بس، كده عندنا ايه 1. بس قفشتك، تعالى انا باخد النمبر على بعض، يعني هو نيجاتيف 1. فهمت، اوكي. مين كده عندنا يا مستر باسل؟ اللايك تيرم، يعني اتنين تيرمز شبه بعض. هتقول لي والله يا مستر انا حاسس ان النمبر ده والنمبر ده هما الاثنين كونستنت شبه بعض. اكتبهم عادي. مين ومين؟ ال2 والنيجاتيف 7 دول كده لايك. ومين تاني؟ وعندنا والله يا مستر 4 اكس والنيجاتيف اكس لايك تيرم برضه. ادي عندنا ال 4 اكس والنيجاتيف اكس لايك تيرم برضه. اوكي. مين كده عندنا بنسميه الكونستنت تيرم، يعني التيرم الكونستنت اللي هو من غير فاريبل بمعنى صح. تقول لي والله يا مستر انا حاسس، ده احساس عندي، يا رب يكون صح، يا رب يا حبيبي والله. اللي هو مين؟ اللي هو النمبرز اللي لوحدها اللي هي برضو 2 والنيجاتيف 7. اكتبهم صح، ال2 والنيجاتيف 7. طيب السؤال الثاني بسرعه احله معاك، احل معاك الثاني ونخليها مثلا رابع، وده بقى حله انت اللي ايه لوحدك في البيت يعني وانت نايم على السرير يعني. طيب بسرعه كده، يلا تعالى. مين كده عندنا النمبر اوف تيرمز؟ هتقول لي 1 2 3 4. اكتب 4 من الكوفيشنتس، يعني النمبر اللي جنب الفاريبل اللي هم ال6 والنيجاتيف 9 لا مش دي، وهنا كان في هنا 1، يبقى ال6 والنيجاتيف 9 وال1. مين عندنا اللايك تيرمز؟ نمسحهم بس بسرعه كده. يعني عندنا اللايك تيرم، تقول له والله يا مستر ال 6 ان لايك للنيجاتيف 9 ان لايك للان. يلا ادي ال 6 ان نيجاتيف 9 ان والان. مين عندنا الكونستنت، يعني النمبر اللي لوحده اللي هو مستر النيجاتيف 4 قاعد حزين لوحده، قاعد بيقلب في جراح، قاعد بيشوف الدنيا، قاعد والله يا مستر حزين لوحده لوحده لوحده. ماشي مفيش مشكله. خش كده عندنا نمبر 5. طب مستر نمبر 4 ما اي خير، ونمبر 4 النمبر اوف تيرم. سامع حد بيقول لي مستر 1 2 3 4؟ طبعا لا. امال هل في ما بينهم بلس ولا ماينس؟ تقول لي والله يا مستر لا. يبقى ده كله على بعضه 1 تيرم. اوكي. مين الكوفيشنت؟ يعني النمبر اللي جنب الفاريبل او اللي جنب الفاريبلز مش فارقه. تقول لي والله يا مستر ال 13. حلو. هل في عندك اصلا لايك تيرمز؟ تقول لي يا مستر ده هو اصلا يا مستر كله 1 تيرم، يعني المفروض لايك ده بيكون ما بين حاجتين، فمفيش اصلا نون يعني مفيش. اوكي. في عندك اصلا كونستنت؟ هتقول لي اصلا والله يا مستر مفيش نمبر قاعد لوحده، ده كله قاعد مع التيرم. هتقول له برضه ايه نون يعني مفيش. طيب اللي بعده عندنا ده بيقول لك نمبر اوف تيرمز. هتقول له 1 2 3 4 برضه 4. سبحان الله المعاصر بيجدد في الاسئله. 4 4 4 يعني اي خدمه، يعني لو انت بتحل بالبركه هتحلهم كلهم 4. طيب وبعدين كوفيشنت يعني النمبر اللي جنب الفاريبل، فانت هتقول مين النمبرز يا مستر اللي جنب الفاريبل اللي هي مش 6 لا، النيجاتيف 3 وال5 والنيجاتيف 1. ايه النيجاتيف 3 وال5 والنيجاتيف 1. خد بالك هنا مفيش نمبر جنب الفاريبل، بس كأن هنا في ايه 1. اوكي. مين هو الكونستنت؟ يعني النمبر اللي قاعد لوحده اللي هو مين؟ اللي هو ال6. وخلصت على كده؟ طبعا لا. مين هو اللايك تيرم؟ يعني مين الترم شبه التاني؟ هتقول لي والله يا مستر اللايك تيرمز اللي عندك هو ده كده يا مستر، وده كده يا مستر. اشمعنى؟ عشان ده اكس باور 2 واي باور 2، هي اكس برضه باور 2 واي باور 2، اللي هو اصلا مين؟ اللي هو اصلا عندنا نيجاتيف 3 اكس باور 2 واي باور 2، وعندنا نيجاتيف اكس باور 2 واي باور 2. بس كده بكل سهوله. والله يا مستر فعلا بكل سهوله. طيب نكمل بسرعه مع بعض الموضوع المهم جدا ده. بص بقى عندنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، بيقول لك نمبر 3 بتقول لك ذا الجبريك اكسبريشن. طبعا انت عرفت يعني ايه الجبريك اكسبريشن؟ الاكسبريشن جوه ايه؟ فاريبلز بقى والكلام ده. طيب ده كده consist of 4 terms. ايه ده هو اللي قال لي سبحان الله، يعني لو سالني عليهم اكتب له 4. يا رب يسالني عليهم كده ان شاء الله. اول سؤال ايه ده؟ مش بيسالني عليهم اصلا. ما علينا. بيقول لي مستر the terms of expression. لو حد يقول لي 4 ده مش عاوز يعرف النمبر اوف تيرم اللي هو اصلا مديها لك، ده عايز يعرف مين هم التيرمز اللي عندك. تقول لي والله يا مستر ال 4 اكس ومين؟ وال 3 واي والنيجاتيف 8 اكس واي والنيجاتيف 6. اكتبهم كده كلهم بسرعه. هتكتب له ايه؟ لحظه كده. هتكتب له ايه؟ تكتب له عندك بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه 4 اكس
وال 3 واي حلو، ومين تاني؟ والنيجاتيف 8 اكس واي ماشي، والنيجاتيف 6 حلو قوي كده. هو عاوز وبعدين ايه السؤال اللي بعده؟ عاوز ذا كونستانت تيرم، يعني عاوز ايه الترم اللي عندك اللي كونستانت؟ الترم اللي كونستانت يا مستر باسل اللي هو النمبر لوحده اللي هو مين؟ هل 4 اكس ولا 3 واي ولا نيجاتيف 8 اكس واي ولا نيجاتيف 6؟ عندك طبعا نيجاتيف 6 اللي هو نمبر لوحده. طيب اللي بعده عاوز دلوقتي يعرف ايه بقى يا مستر باسل؟ ذا كوفيشنت اوف اكس واي. كوفيشنت يعني النمبر اللي جنب مين؟ اكس واي. اكس واي جنبها مين؟ 8. لا جنبها يا مستر نيجاتيف 8. الله نيجاتيف 8 ماشي. ذا فاريبل عايز يعرف الفاريبل يعني الليتر اوف ذا كوفيشنت 3. ايه يا مستر الكلام الجميل ده؟ يعني كوفيشنت 3 ابص الاول على 3 اشوف مين اللي جنبها. 3 جنبها واي اكتب واي بس كده. اوكي السؤال بسرعه اللي بعده. تعالى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى؟ بيقول لك identify like terms، يعني حدد عندك اللايك terms ماله بعدين لو هو موجود. بيقول لك ايه؟ if exist لو هو موجود in each of the following groups. طيب ابص عندي هنا مين ومين لايك. عايزك انت سعادتك توقف الفيديو وتشوف هل انت فاهم ولا لا، وتبدا عندك تكتب السؤال ده في الكوبي بوك وتجرب. هتشوف هل انت هتكون قادر تكون عارف مين ومين لايك ولا لا. اتفضل. خلصت؟ يا مستر خلصت ولا لسه؟ لسه يا مستر. اتفضل يلا خلصت مفيش مشكله. تعالى اصبح عندك تقول لي والله يا مستر ال 2 اكس دي شبه ال 3 اكس دي، فاكتب كده ال 2 اكس و 3 اكس دول لايك تيرمز. اوكي طب هنا بقى مين ومين لايك؟ حد هيقول لي الحق يا مستر الاي والاي هم اثنين لايك. صاحب هيقول له ستوب مش ده امال. هيقول له لا تعالى انا اللي عندي المعلومه مفيده. الاي باور 2 والاي باور 3. بالراحه بس كده قبل ما تتسرع. هل الفاريبل هو الفاريبل بنفس الباور بنفس كل حاجه؟ تقول له والله يا مستر لا. امال مين ومين؟ حتى انا يقول لي والله يا مستر ال5 والنيجاتيف ايه؟ يا ابني حرام عليك يا ابني بالراحه يا ابني. هل ال5 هي نيجاتيف ايه؟ والله يا مستر لا. امال هل انت شايف بعينك 2 كونستانت نمبر او 2 كونستانت تيرم؟ تقول له والله يا مستر لا. طب انت شايف فاريبل وفاريبل زي بعض بالظبط؟ تقول له والله يا مستر لا. يبقى انت عندك لايك تيرم؟ والله يا مستر لا. يبقى ايه؟ يبقى نون. ما عنديش نون. اوكي مش عارف ليه الطلاب بتستغرب لما اقول لها نون، تحس ان هي عيب اللي هو نون. يا نهار ابيض يا مستر طلعت نون. نون يعني ايه؟ ما عنديش عادي. مستر ينفع اقول له نون عادي؟ والله يا ابني عادي مفيش. ايه المشكله؟ اللي بعده على طول بيقول لك يا حبيبي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك find the result of adding، يعني عاوز النتيجه بتاعت الادنج لمين؟ لده وده وده. طبعا نسيت اقول لك لو انت عندك 2 لايك تيرمز يعني 2 لايك تيرم ينفع تعمل لهم بلس وينفع تعمل لهم ماينس. مستر مش فاهم يعني. يعني مثلا 4m بلس 3m حلها يا مستر بس ازاي؟ اقول لك يا حبيبي الاول قبل ما تحلها لازم تتاكد من حاجه. هعمل لك دلوقتي اختبار وانت قول لي فهمت ايه. ماشي انا دلوقتي همشي كده وجبت مصليه. جبت ايه؟ جبت مصليه اهي. طيب انا لو معايا مصليه تمام، قمت مرجع بس كده القلم مكانه، قمت راجع تاني القلم مكانه، قمت راجع تاني تمام، وجايب كمان مصليه. هتقول لي يا مستر دي 1 ودي 1 كده معايا كام مصليه؟ معايا 2 صح، اللي هو 1 بلس 1 ايكوال 2 بس 2 ايه؟ مصليه صح كده؟ طيب لو دول معايا وجبت القلم ده تقول لي يا مستر الله 2 بلس 1 ايكوال 3 بس 3 ايه؟ قلم ولا مصليه؟ تقول لي والله يا مستر ما ينفعش. يبقى انا عندي ما ينفعش اعمل بلس ل 2 different things، يعني حاجتين مش شبه بعض، حاجتين مش زي بعض. عشان خاطر تعمل بلس في الاساس لازم يكون الحاجه دي زي الحاجه دي، يعني الاثنين لايك لبعض. طيب بالراحه كده بقى نرجع بس المصليه مكانها تمام قبل ما الحاجه تيجي. طيب دلوقتي كده بالراحه كده بقول لك بقى على ايه؟ ان انت عندك الاول عندك ايه بقى؟ عندك الترم ده هو الترم ده، يعني ليهم نفس الفاريبل، فانا ينفع اعمل لهم بلس وينفع اعمل لهم ماينس.
يعني انت عندك 4m و 3m دول لايك. ازاي بتعمل لهم بلس؟ كاني بقول لك مثلا 4 من حاجه معينه، 4 مثلا ووتر ميلون بلس 3 ووتر ميلون ايكوال كام؟ تقول له والله مثلا ايكوال 7 ووتر ميلونز، 7 ووتر ميلونز هكذا. يبقى انت بتعمل بلس ازاي؟ مجرد بتعمل بلس للكوفيشنت بس. فهمت يا مستر، يعني ده بلس ده وخلصت. تمام. والام بتنزل الام وخلصت على كده. طيب يلا يا مستر باسل، يلا يا حبيبي تعالى. عندك دلوقتي ايه؟ نيجاتيف 15x و12x عاوز اعمل لهم ادنج يعني بلس. يعني ايه؟ يعني نيجاتيف 15x حلو بلس 12x. احنا اتفقنا اتفاق عشان خاطر نعمل بلس او ماينس لازم يكونوا لايك تيرمز. تمام. يلا نعملها ازاي؟ اعمل بلس يا مستر بس للكوفيشنت بس يا مستر. انا مسحتها ولا ايه؟ نيجاتيف 15x اكتبها تاني بلس 12x يا رب ما امسحها تاني. اعمل بلس يا مستر للكوفيشنت بس يا مستر. يعني ايه؟ يعني نيجاتيف 15 بلس 12. اسالك بقى من يونت 1 بالله عليك من غير كالكليتور بالراحه، التو نمبرز دول سيم ولا ديفرنت ان ساين؟ تقول لي والله يا مستر النمبر ده نوع نيجاتيف وده نوع بوزيتيف يبقى ديفرنت. لو ديفرنت بعمل لهم ايه؟ تقول لي والله يا مستر بعمل لهم ماينس. ده ماينس ده بكام؟ ب 3. اقول لك ذا ايه؟ اقول لك تيك ذا جريتر ساين، يعني او تيك ايه؟ او تيك ذا ساين اوف جريتست نمبر. مين الجريتست 15 ولا 12؟ 15 عندها نيجاتيف يبقى انت هتنزل ان نيجاتيف. طبعا نيجاتيف 3 ايه؟ نيجاتيف 3 اكس. ده الحل. طب اللي بعده يلا يا مستر باسل نيجاتيف 2 اف عايز اعمل لها بلس لا نيجاتيف 3 اف. هنلاقي يا مستر ازاي؟ والله يا حبيبي لو عايز اعمل بلس لتو لايك تيرمز بعمل بلس للكوفيشنت بس. يعني بقول عندي نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3 ايكوال نيجاتيف 5 بس كده اف وخلصت على كده. طيب لو عندي بقى دلوقتي بالله عليك برضو بسرعه عندي ايه؟ عندي A 4B بلس 8B. تعالى ادي 4B بلس 8B ايكوال عندك كام؟ يلا 4B و 8B اعمل بلس الكوفيشنت بس ايكوال يا مستر 12B. والله يا مستر الموضوع بانه في السمبلكس. اوكي. السؤال بسرعه اللي بعده نحله كده مع بعض. بص بقى دلوقتي بيقول لي find the value of each of the following expression mathematical expression given a بكذا a equal 8 and b equal 3 and d equal 4 and f equal negative 1. يعني لما تلاقي البي اعمل لها ريبليس ب 8، لما تلاقي الاي ريبليس ب 8 البي ريبليس ب 3 دي والاف وهكذا. اوكي نيجاتيف a اوفر 4 يعني نيجاتيف a اوفر 4. يعني انت هتشيل الاي وتحط الفاليو بتاعه اللي هو كام؟ 8. اصبح عندك ايكوال نيجاتيف 8 اوفر 4. طبعا اوفر يعني ديفايدد نيجاتيف 8 ديفايدد 4 ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. خلصت على كده. اوكي اللي بعده b باور 2 ماينس 2 اف. b اللي هي بكام؟ b اللي هي ب 3 يبقى 3 باور 2 ماينس 2 اف. يعني ايه؟ يعني تايمز اف اللي عندك بكام؟ نيجاتيف 1. اصبح عندك 3 باور 2 معناها 3 تايمز 3 يعني 3 تايمز نفسها مرتين ايكوالز 9. نيجاتيف تايمز نيجاتيف ايكوال بوزيتيف 2 تايمز 1 ايكوال 2 ايكوال 11. اللي بعده a f بلس 3 دي. a f يعني ايه؟ يعني عندك a تايمز f اللي هي بكام؟ 8. الاف اللي هي بكام؟ نيجاتيف 1 بلس 3 تايمز دي اللي هو بكام؟ دي اللي هو عندك ب 4. بدماغك او بالكالكوليتر مش هتفرق. طبعا دي هتبقى بكام؟ هتبقى بنيجاتيف 8 ودي هتبقى ب 12. طبعا تو نمبرز اللي عندك ديفرنت، لو ديفرنت عندك بعمل لهم ماينس هيطلع عندك ب 4 وخلصت على كده. طبعا نيجاتيف 8 بلس 12 بعمل لهم اس ايكوال 4. بعمل تيك ذا ايه؟ ذا ساين اوف جريتست نمبر اللي هي بوزيتيف، حط البوزيتيف زي ما هي والموضوع بانه سهل جدا. الحمد لله رب العالمين عندنا اخر سؤالين والسيشن كلها هتخلص. يا حلاوه المولد السؤال دي. بيقول لك رايت ان سامبلست فورم. سامبلست فورم يعني ايه؟ انت هتكتبه في ابسط حاجه ليها، يعني انت هتعمل بلس لايك تيرمز مع بعض وكده يعني. طيب بص يا حبيبي عندك والله يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. هنبص كده عندنا على الاكسبريشن الاول. هنجمع بس كده الاول لايك تيرمز مع بعض. عندك 7m ونيجاتيف 7m دول كده هنحطهم مع بعض. يعني عاوز اقول لك طبعا عشان خاطر طبعا بلس اعملها زي بالستبس بقى. حطهم جنب بعض يبقى ايه؟ 7m بلس نيجاتيف 7m. تمام. حط بقى دي ودي في الاخر ماينس ال 2n بلس ال 1. طبعا زي ما انت عارف ان اي حاجه بلس عكسها ايكوال زيرو. اشمعنى؟ عشان خاطر 7 ونيجاتيف 7 دول تو نمبرز ديفرنت بعمل لهم ماينس هيطلع 0. 0 ام معناها 0. بقى عندك نيجاتيف 2n بلس 1. يبقى لو انت عايز تعمل سمبليفاي او عايز تعمل ايه؟ اي حاجه اي اكسبريشن عندك بتعمله ان سمبل فورم ازاي؟ بتجمع اللايك تيرمز مع بعضها. طيب افرض بقى عندنا كده السؤال ده
حلو جدا، لامم كله على بعضه، لامم فكره اللي احنا ما شرحناهاش في حته السمبليفاي الحته دي بالذات، مع بالمره ازاي تشيل الفاليو تحط مكانه النمبر بتاعه. اقول لك بالراحه كده، دي كده بس كده نحلها ازاي الاول لوحدها، وبعدين كمل قريت السؤال براحتك عادي. يبقى احنا دي هنعملها ازاي الاول سمبليفاي لوحدها عادي خالص. نعملها بقى مثلا ازاي سمبليفاي. بص يا حبيبي، مش دي 3 دي بره، كان هنا في تايمز، يبقى 3 دي مره تايمز ايه ومره تايمز نيجاتيف 2 بي. يلا 3 تايمز ايه ب 3 بي ب 3 اي، و3 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 6 بي. كده خلاص خلصنا كل ده. خش على اللي بعده. نيجاتيف 2 مره مع الايه، نيجاتيف 2 مره مع البي، عشان دي عندنا اسمها ديستريبيوشن، يعني مره اللي بره مع الفيرست ومره اللي بره مع السكند، صح؟ سكند اوكي. يلا نيجاتيف 2 تايمز ايه، نيجاتيف 2 اي، نيجاتيف 2 تايمز بي، نيجاتيف 2 بي. وفي الاخر امسك قلم رصاص. ايه يا مستر اللي مامتك جايباه، واوعى بالله عليك تتهور وتحط لي الاف 5 والبي نيجاتيف 1 وتحل، لا اعمل لها سمبليفاي الاول خالص. يعني ايه؟ يعني جمع عندك اللايك تيرمز مع بعض وابدا بعدها حل. اهدى كده واستنى وصلي على النبي. ماشي يا مستر عليه الصلاه والسلام، بالراحه كده. يلا عندك ال 3 a و نيجاتيف 2 a، بعالى كده بسرعه بقى بدل ما نحطهم جنب بعض. يعني تقول لي مستر 3 ماينس 2 ايكوال 1 ايه اللي هي a. يلا نيجاتيف 6 b ونيجاتيف 2 بي، تو نمبرز ذا سيم يا مستر، باخد نيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 2 او ماينس 2 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 8 بي. تمام. ده كده مثلا عندنا انسامبلست ايه؟ كده انسامبلست 4. انسامبلست 4. طيب انسامبلست 4. وبعدين بص يا حبيبي، هتشيل عندك الايه تحط مكانها كام؟ 5. اوكي ادي 5. والبي ماينس 8 تايمز البي اللي عندك بكام؟ نيجاتيف 1. حلو. ايكوال على حسب واحسبها بدماغك. يلا 5 ادي 5 زي ما هي، نيجاتيف تايمز نيجاتيف ايكوال بوزيتيف، 8 تايمز ايكوال 8، 5 بلس 8 ايكوال 13. كده عندك الموضوع خلص. ونمسح كده بسرعه. بص انت بس حبيت تنقل انقل مفيش اي مشكله، وحبيت تنقل انقل مفيش اي مشكله. اتفضل انقل عندنا اخر سؤال. ولو ما فهمتش السؤال بيتحل ازاي وقف الفيديو ورجع اخر ثانيه او اخر كام ثانيه وفهمها تاني ومفيش اي مشكله يعني. تمام. والله يا مستر زي الفل زي الفل زي الفل. ماشي يا حبيبي. شكرا جدا ليك. كان معاك مستر باسل من قناه باس ماس، والحمد لله على السلامه. وصلنا الحمد لله لنهايه الفيديو. عملنا اقوى درس على اليوتيوب من حيث الشرح، من حيث الحل، من حيث الفهم. انت ناقصك بس تمسك ورقه وقلم تبدا تحل بنفسك في المعاصر، وتبدا تتابع نفسك وتشوف انت هتبقى عامل ازاي. طبعا بالمناسبه فتحنا مجموعات جديده في السناتر او في الاونلاين. لو انت حابب يكون في معاك متابعه اسبوعيه، يعني كل اسبوع اكلمك بنفسي او الاسيستنت هيكلموك عملت ايه في الهوم ورك، ما حلتش ايه، حليت ايه، حابب نرد على كل اسئلتك، حابب يكون في كل سيشن هوم ورك، في كل سيشن ملخص الدرس ده بيتبعت على المنصه عندك في ربع ساعه، حابب يكون في فيديو حل الهوم ورك، في امتحان كل حصه يعرفك مستواك عامل ازاي، ممكن تشترك معانا في نظام الاونلاين او تسال على اقرب سنتر ليك. شكرا جدا ليك. انا معاك مستر باسل والسلام عليكم.